بموضوع الاعلاف اخواني، انه انت ايش تنطي للطير اللي يطير، وايش تنطي للطير اللي بالخانات، وايش تنطي للطير اللي المعزول. يعني هذا الموضوع بالعافيه عليك طلوبي، يستاهل. يعني هذا الموضوع وهذا السؤال تكرر يعني آلاف المرات، إذا مو نقول أكثر. يعني من زمان مو اليوم. وأنا الأعزاء، الأعلاف اليوم الموجودة بالسوق تعرفون كلها أعلاف مركزة أغلبها. يعني الأزرق أحيانا وبالخانات ما يتحمل هاي الأعلاف، خلوا في بالكم. تحسب حساب المفروض أنت تنطي علف العصر، تجي الصبح تلقى حوصلته فارغة، المفروض ما يبقى بيها العلف. إذا بقى بيها العلف بالصبح تخمر وسبب له الأمراض. اثنين، من تختار العلف تختاره بمهنية، تشم العلف بيدك وتشوفه اكو بيعفونه. لا. ثلاثة، تحاول ان تشوف العلف ما جاي باكياس بلاستيك. حاول قدر الامكان لا تاخذ علف جاي باكياس بلاستيك. دائما الكيس الكاغد هذا يمتص الرطوبة ويطلعها، لان العلف ما يتحمل رطوبة. أربعة، اكو اعلاف تجي من مصادر او مناشئ بعيدة. هاي المناشئ وخصوصا في فصل الصيف تكون بها نسبة رطوبة، فيعبونها ويبقى العلف مرطوب بالاكياس، هذا يسوي لك مشكله. خمسة، اكو عندك مواد ما تقدر يعني تنطيها نسب عاليه بالاعلاف، مثل الذره الصفراء اذا كانت نسبتها عاليه، مثل البازلاء. هاي الخضراء وخصوصا الخضراء هاي تكون يعني نسبها عاليه، مثل الحب الاسود، العباد الاسود بنسب دهن عاليه. هاي المواد إذا تنخلط مع بعض وتنطيها نسب عالية بالعلف، هاي تأذي الطير وخصوصا طيور الخانات. هاي 5 أمور ضرورية. اللي عنده طيور بالخانات يحاول كل حلق حلقين يطلعها يفتحها بأبراج، فد شهر شهرين ويرجعها يكون أفضل، حتى الطيور تستعيد نشاطها وحيويتها، وقدر الإمكان يخليها بجنحها. هاي بالنسبة لطيور التبزير، أنا يعني أنصح بهاي الأمور. اخواني قدر الامكان تضيفون نسب حنطه محليه للاعلاف مالتكم. الطير يتعود، لا تقول ياكل هذا ياكل الماش وياكل هذا ويترك الحنطه. اذا تنطيه نسبه يعني قدر معين راح ياكل النسبه كلها وتعوده، لا تخاف منه. مره مرتين يجوع يرجع ياكلها. لا تخلي علف زايد بالخانات ابد، لا تخلي علف زايد. انطي وجبه واحده العصر، لا تنطي وجبتين وثلاثه، هذا غلط. هذا يسبب تشحيم حتى الذكور. حتى احيانا الذكور ياثر على الشد مالتها. زين، لان هذا كله نسب دهنيات بكلش هواي، نسب عاليه. قدر الامكان يكون علفكم ناعم، لا تختارون العلف الخشن، يعني اللي بمواد خشنه، لان هاي المواد الخشنه تعرفون هي اكثرها نسب دهن بيها. ما عندنا مواد خشنه هي مثل العدس والقرطم وغيره. بس المواد الخشنه دائما تكون آه، مثل ما ذكرنا، مثل الذرة الصفراء والبازلاء الصفراء والخضراء، وتجي احيانا بالحمص العدل والمكسر. وهاي كلها نسب عالية من الدهون والبروتينات، هاي تضر الطير ما تنفعه. الطير كل شيء ياكل. افضل اكل للطير هو الحنطة، افضل اكل للطير هو الحنطة. بس احنا مرات الدلال الزايد يخلينا ننوع له. لهذا انت اذا تنطي حنطة تجي من بعد 4 5 ساعات راح تلقيها هضمها بشكل صحيح وما ما يعاني من مشاكل. بس احنا نقول ليش الحرمة خطية، ننطي بس لا تنطي هواية، انطي نسب قليلة منها يعني. زين. ابو حسن عيوني سؤالك هذا، حاول تفتر تخليهن يستحدن زايد قبل البتر، يلا تفترهن ولا تنطي فصل طويل، ان شاء الله يجي من وقت. بالنسبة هاي بالنسبة لطيور الخانات. بالنسبة لطيور اللي يطير الفرخات، بمجرد ما تطلعها
من الخانات تغير علفها، لأنه هي طالعة من مخلوط مركز، من أكل مركز، يعني خلطة مركزة، فأكيد بيها نسب شحوم عالية. فحاول قدر الإمكان تسوي لها خلطة وحدها. خلطة مالتها هي ذرة بيضة وحنطة محلية ناعمة عطشانة ونسبة دخن قليلة. هذا أفضل أكل للطيور التخريج أول ما تبدي بيها. بين ما من بعد ما تنطيها فصل راح تحس بيها إنه ضعفت الطيور وشحمتها بدأت تنزل. هاي تبقى أنت على هذا المعدل إلى أن توصلها مراحل البتر وما بعد البتر. من بعد ما يصير بيها تايم قوي أو فصل قوي، تبدي هنا تنطيها النوب، شيء من الأعلاف اللي انطيت إياه بالبداية بالخانات، بس مو علف مركز قوي، يعني نسب بسيطة حتى تحافظ على صحتها وتحافظ على نسب عضلاتها الموجودة. ما تنطي أكل للفرخات من تطلعها إلا وجبة واحدة، تبقى على الوجبة الواحدة. الوجبة الواحدة هي أصح بالنسبة للطير. بالنسبة بعد البتر نفس العملية. طيور التخريج أبد ما تطير وهي شبعانة، أبدا ما تطير وهي شبعانة، تبقى على الوجبة الواحدة. آخر فصل تفتح الطيور بيه من تنزل تريد تضمها تعشيها وتضمها. هذا أفضل ما يكون. الطيور اللي بيها تايم قوي تنطيها نفس الشيء، وجبة واحدة وتفتحها الصبح على العشاء، يعني ما تنطيها الصبح إلى أن تجلس الطيور. إذا جلست وبعد ما تذب إلا وقت المنزال، ممكن هنا تنطيها شيء بسيط، ريوق، نقول نريقها شيء بسيط، يعني أقل من نص وجبتها حتى ما يأثر عليها. يأخذ له 3-4 ساعات هو يسحق هذا الأكل اللي أكله الصبح وانتهى الموضوع، حتى يحافظ على لياقته. أو قد يكون يتعرض للمبيت أو غيره حتى ما يبقى يومين بدون أكل، وخصوصا الأيام الباردة. هذا بالنسبة للطيور اللي يطير يعني. ومثل ما ذكرنا قدر الإمكان يكون ذرة بيضة وحنطة ودخن قليل. وإذا وصلت مراحل الجلوس والتايم القوي راح ننطي هنا نسب معينة من العلف المركز نخلطه وياه، يعني نخففه وننطيه وجبة واحدة من تنزل الطيور. شو وقت من تنزل؟ ما تنطي العلف من ينزل رأسا مباشر، تنطي أكل خفيف أول ما ينزل، ترجع من بعد نص ساعة تنطي وجبة كاملة يشبع وينام حتى يرجع يعيد نشاطه واللي فقده أثناء النهار. بالنسبة لأكل الطيور المعزولة، طبعا بالمناسبة هو القرطم أو القرطم نسميه، هذا من أفضل المواد المخلوطة. هذا دائما يعني ما تقدر تتنازل عنه بالخلطات كلها، حتى للي يطيرن هم تقدر تنطيه نسب بسيطة من القرطم. هذا يفيد للديدان الموجودة داخل الأمعاء. بالنسبة للطيور المعزولة يعني تنطيها حالها حال الطيور اللي طيور التخريج، حتى ما تشحم وتشيل لحم، أو تشحم وتقطع الطواير منها والفحل كذلك. كل جمعة أو كل 4-5 أيام تنطيها وجبة واحدة علف مركز مع الخانات، يعني تخليها مرة بالأسبوع تنطيها هاي الوجبة. يعني هذا بالنسبة للأكل. دائما الأخوة يعني يراسلون على الخاص وشي يركزون على موضوع الأكل، الأعلاف، واختاروا الأعلاف. أهم شيء اختيار الأعلاف بشكل صحيح أخوان، لأن العلف الموجود ترى بمشاكل هواي انتبهوا له. يعني حاولوا بعلاج الديدان، تنطون علاج ديدان بين فترة وفترة، لأن ماينا شغلته تعبانة، يعني المي الموجود بالإسالات كلش تعبان. وحتى بالأعلاف اكو تلقى بيوض مال ديدان وغيرها، لأن اكو مناشئ مال أعلاف مو صحية مو نظيفة، فهاي تنقل يعني تسوي عدوى يعني.